نأتي بمقص إسفنجة وقنية ماي ونقطع أول شي نقطعها هكذا. بعد ذلك حتى لا يكون هنا يكون حاد طبعا هاي لازم نقطعها هكذا يصبح بهذا الشكل. بعد ذلك نقطع اسفنجة بحجم فتحة المشربية اللي عملناها بهذا الشكل. وبعد ذلك نضعها في الماء أو السيركة، نضعها في الماء ونأتي بها نخليها بهذا الشكل. بعد ذلك نضع ماء بهذا الشكل بحيث يبقى اسفنجة رطب أو مبلولة بشكل تقدر الطيور تشرب منه. وبعد ذلك نأتي بالمشربية ونضعها بالقفص للشحن أو للنقل بأي شيء من هذا المكان، نثبتها بهذا الشكل بالقفص حتى لا يتحرك. وإذا حتى المشربية تحرك ما تقع من الماء، والطيور ما تشرب من الماء مباشرة، تشرب من الإسفنجة لأن يكون مبلولة، وهذا يكفي بالطريق حتى الطيور ما تطعش.